ارجع واكمل معاكم الجزء الثاني من قصة الاب جوزيف فريتزل اللي حبس بنته 24 سنة في بدروم البيت وخلف منها 7 اولاد. والتكملة بتقول ان سنين صعبة مرت على اليزابيث بنته واولادها جوه البدروم اللي مليان رطوبة وبرد، وكبر اولادها لحد ما وصلوا لسن الشباب وما كانش حد فيهم يعرف من العالم الخارجي الا البدروم الكئيب ده اللي اتولدوا فيه وعاشوا فيه. وكانت اليزابيث بتتوسل لابوها ان يوسع لهم البدروم شويه لان الاولاد كبروا وما بقاش يكفيهم، ووافق ابوها بس بشرط انها تشتغل هي واولادها في شغل الحفر، وخلاها تشتغل لسنين لحد ما وسعوا البدروم ووصل لمساحته ل 55 متر. رطوبة البدروم وبرودته اتسببت في امراض كتيرة لاولادها، وكان سقف البدروم واطي جدا، وده خلى ولد من اولادها اسمه ستيفن ابن اليزابيث انه يفضل طول الوقت محني بعد ما وصل سن الشباب وبقى طوله 173 سنتي، وده ساب اثر على عموده الفقري. وكان جوزيف بيعالج الاطفال بنفسه لما بيمرضوا وبيطلع يشتري العلاج ليهم بنفسه. لكن في يوم 19 ابريل سنة 2008 تعبت البنت الكبيرة واسمها كريستين، كان عندها 19 سنة، تعب جامد جدا وكانت بتعاني من كسور شديد في الكلى. وقتها توسلت اليزابيث لابوها ان ياخد البنت للمستشفى، ووافق جوزيف وهو مضطر ونقلها للمستشفى وهو متخفي، وخلى اليزابيث تكتب ورقة للدكاترة تشرح فيها حالة بنتها الصحية. وهنا شك الفريق الطبي في الموضوع، خصوصا انهم لاحظوا ان كريستينا شكلها مش طبيعي لان كانت بشرتها ولون جلدها اصفر وبتعاني من سوء تغذية، وكمان ما كانش معاها اي اوراق تثبت شخصيتها. وبلغت المستشفى الشرطة لما شكوا في الموضوع، وبدأت الشرطة تحقق. وفي الوقت ده كانت اليزابيث بتتوسل لابوها ان ياخدها للمستشفى عشان تطمن على بنتها، ووافق جوزيف لكن حذرها من انها تفتح بقها باي كلمة. واول ما وصلوا بلغ حد من الاطباء الشرطة، فبسرعة الشرطة وصلت المكان وبدأت انها تستجوبهم. لما بدأت الشرطة انها تحقق مع اليزابيث اشترطت عليهم اليزابيث انهم يأمنوها هي وولادها ويضمنوا ليها انها مش هتشوف جوزيف مرة تانية، مقابل انها تعترف بكل حاجة. وقالت للمحققين وحكت كل القصة، وتم القبض على جوزيف ووجهت ليه الشرطة تهمة الاحتجاز الغير قانوني والاغتصاب والقتل بسبب الإكمال. في يوم 27 ابريل سنة 2008 دهمت الشرطة بيت جوزيف وخرجوا الأطفال من البدروم وحطوهم في دار للرعاية. وأخيرا شاف الأطفال العالم الخارجي من جديد وتنفسوا الهواء النظيف للمرة الأولى في حياتهم. وهنا اعترف جوزيف للأطباء النفسيين إن أفكاره إن يحبس أي شخص بدأت لما كان في السجن بيقضي عقوبة إدانته بالاغتصاب. وجه تشخيص الأطباء لحالة جوزيف إنه مصاب باضطراب شديد في الشخصية، وكمان عنده اضطراب وانحراف جنسي. كمان شهد أخو إليزابيث واسمه هارلت فرتزل إن هو كمان كان ضحية سوء معاملة أبوه جوزيف لأنه تعرض لكذا مرة من الضرب الوحشي في فترة طفولته. أما مرات جوزيف روزماري وبقية الولاد والبنات رفضوا إنهم يقولوا أي شهادة. وفي خلال محاكمته حاول جوزيف إنه يظهر الموضوع إنه تم بالتراضي بينه وبين بنته. قال إنه ما كانش وحش معاها وإنه كان بيعتني بيها وأولادها وبيجيب لهم الهدايا، وإن كان محتجزها عشان يأدبها ومش عشان خاطر اغتصابها أبدا. وطبعا الكلام ده محدش اقتنع بيه، وخصوصا لما عرضت المحامية بتاعت إليزابيث على القضاة عينات من المواد خدتها من زنزانة البدروم قدمتها للقضاة وطلبت منهم انهم يشموها. كانت ريحة العينات كريهة جدا لدرجة ان القضاة كانوا هيجيبوا اللي بطنهم من شدة القرف والعفونة. والعيشة في البدروم محدش يصدق ان يوافق انه يعيش في الزنزانة ديت برضاه، وكان مقرر ان إليزابيث مش هتحضر للمحاكمة عشان حمايتها من الصحافة.
وبدل من انها تحضر شخصيا قامت الشرطة وعرضت شريط فيديو متسجل باعترافاتها ومدته 8 ساعات. وكانت التفاصيل اللي حكيتها في الشريط بشعة ومقززة لدرجة ان القضاة كانوا بيتغيروا كل ساعتين علشان يسمعوا كل التفاصيل. وكل اللي حضروا المحاكمة ما كانوش يعرفوا ان إليزابيث حضرت بنفسها مرة في الجلسات، وكانت قاعدة متنكرة بين الجمهور اللي حضر المحاكمة. لكن ابوها وهو قاعد في قفص الاتهام اتعرف عليها وحس بوجودها وظهر عليه الارتباك، وبسرعة اعترف بجميع التهم، اعترف بكل حاجة اللي توجهت ليه ما عدا تهمة القتل، وقال انه هيوافق على حكم المحكمة ومش هيتقدم ابدا بطلب العفو. وفعلا اتحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وممكن يفرجوا عنه بعد 15 سنة، وهو دلوقتي واحنا بنسجل الفيديو ده بيقضي فترة عقوبته في قسم خاص بمساجين المرضى العقليين في سجن من سجون النمسا. إليزابيث خضعت هي وأطفالها لفترة طويلة من إعادة تأهيل نفسي وجسدي، ومش هي وأطفالها اللي عاشوا معاها في البدروم بس، ولكن حتى الأطفال ال3 اللي خدهم جوزيف واتبناهم وعاشوا مع روز ماري، لأنهم هم كمان اتعرضوا لصدمة شديدة بعد ما عرفوا إن أمهم اللي ربتهم هي في الحقيقة جدتهم، وإن أبوهم هو جدهم اللي كان بيغتصب أمهم الحقيقية اللي كانت مسجونة في البدروم تحت البيت اللي اتربوا فيه. اقسم بالله حاجه تجنن، والله العظيم حاجه تجنن. فعلا عايزين تاهيل نفسي. اما علاقه اليزابيث وامها كانت مش كويسه، لان اليزابيث زعلت من امها وقطعتها لانها صدقت كلام ابوها لما فهمها انها هربت من البيت وانضمت لجماعه دينيه، وامها ما حاولتش انها تدور عنها طول ال 24 سنه اللي فاتت، لكنها اتصالحت معاها بعد كده ووافقت ليها انها تشوف الولاد ال3 اللي ربتهم بنفسها. ودلوقتي حاليا وحسب اخر الاخبار ان اليزابيث بتعيش مع اولادها في هدوء في بلد شمال النمسا، وخدت هي واولادها هويات جديده عشان محدش يتعرف عليهم، وحطوا على بيتهم حراسه طول اليوم عشان يبعدوا عن المتطفلين بتوع الصحافه والتلفزيون. وقضيه جوزيف فيرتزل سببت صدمه كبيره على مستوى العالم، وكانت اكبر قضيه سلطت الضوء على موضوع زنا المحارم، وهي من اشد المحرمات. والواحد بيسأل نفسه هو ازاي انسان يسمح لنفسه ان يعتدي جنسيا على حد من اهل بيته؟ هي فعلا رغبة شيطان ونزوة حيوان. وللأسف كل اللي قاموا بالافعال ديت هم اشخاص عندهم اضطراب نفسي. وقال فيرتزل ان القسوة اللي شافها من امه في طفولته سابت اثر دمر نفسيته، لانها كانت بتضربه وتشتمه وتهينه باستمرار بسبب ومن غير سبب. كانت ست قاسية جدا، وقال انه مش فاكر انها حضنته ولو مرة واحدة في طفولته. وكما تدين تدان، الزمن بيلف من تاني، والآية اتقلبت بعد ما بقى جوزيف شاب كبير بقى هو اللي بيعامل امه بقسوة وبيضربها، وكان محتجزها في أوضة فوق سطح البيت وقفل الشبابيك عليها بالطوب، وفضلت محبوسة هناك لمدة 20 سنة قبل ما تموت من غير ما حد يشوفها أو يعرف مكانها. لحد هنا بتخلص قصتنا، وهي قصة حقيقية عن واحد ما عندوش أي قلب خالص. يا رب القصة تكون عجبتكم وأكون قدرت أقدمها بكل تفاصيلها، ومستني رأيكم وتعليقاتكم على الحلقة. ويا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة لو مش مشترك عندي. وعايز أعرف تعليقاتكم عن الراجل ده، هل هو أب فعلا ولا إيه رأيكم؟ وشكرا لحضراتكم على حسن المتابعة. المحارب البرنسي، شكرا لكم، شكرا.